كانت مخطوبة لواحد عايش في المغرب وخدام مزيان وسمحات فيه حيت خطبها واحد عايش في اسبانيا. اجي تشوفوا القصة ديالها واش وقع ليها. هذه واحد البنت خدامة في شركة ديال الخياطة. شافها واحد السيد انجينيور مهندس كيجي مرة للشركة اللي هي خدامة فيها كيصايب ليهم شي حاجة. عجباتو، تعرف على واحد المدة وهم مصاحبين. من بعد خطبها، قال لها نتزوج بك. خطبها من دارهم وعائلاتهم فرحوا بهم بزاف. وبقى السيد زربان كيوجد للعرس، شرا كل شيء وفرش الشقة اللي كان شاري. وبقات للعرس شهر. هاد السيدة عندها صاحبتها خدامة معاها في نفس الشركة، وهاد صاحبتها عندها خوها عايش في اسبانيا. وقالت ليها خويا جاي من اسبانيا هاد الايام، وراه وصانا نقلبوا ليه على شي بنت الناس للزواج وباغي يتزوج. قالت لها البنت انا نيت نتزوج به ونمشي مع خوك لاسبانيا. قالت لها ولكن انت راه مخطوبه والعرس ديالك قريب. قالت لها اسبانيا حسن لي يا اختي، مشي لاسبانيا عتق راسي ونعتق والديا. ايوا ديك البنت هضرات مع خوها، قالت ليه راه لقينا ليك العروسه. حتى هو مشى خطبها. دار البنت داروا فيها، قالوا لها ما يمكنش، انت مخطوبه وعرسك قريب وباغا تزيدي تخطبي وتفسخي الخطوبه ديالك مع هاد ولد الناس. بقات هي حتى قنعاتهم، اسبانيا حسن ليا وغنهز راسي ونهزكم وما تخموا حتى شي حاجه. هي عيطات لخطيبها، ولد الناس جبدات معاه الصداع في التليفون وفكاتها معاه في التليفون. جا خونا الفاكونسي من اسبانيا زربان، خطبها ودار العرس خطبه وضريب صداق. وماشي شي عرس، دار غير حفله صغيره ديال 2 طعارج. سكنها في دارهم، دار والديه. دخل عليها، دوز معاها شهرين ومشى لإسبانيا. قال لها بقاي مع والديا وما تخدميش، بقاي في الدار نقاد لك الوريقات ديالك ونجي نديك. قالت له ما كاين باس. مشى غبر شهر الاول الثاني الثالث الرابع، دازت عام ما سولش فيها، ما قاد لها لا اوراق لا والو، ما جاش وخلاها ما هي مزوجه ما هي مطلقه. عيطات ليه وسولاتو اش غدير معايا. قال لها شوف راه قربت نكمل الاوراق، راه خاصني شي فلوس، راه ما عنديش الفلوس باش نكمل لك الاوراق، راه خصك تصيفط لي شي فلوس الا عندك شي ذهب بيعيه. مشات هي باعت الذهب ديالها، هضرات مع امها تا امها باعت شي ذهب وزادت السلفات وصيفطت ليه الفلوس. وقالت صافي شهر ولا شهرين غيجي غنمشي ماشي مشكل ونعوضهم. الشهر الاول الثاني الثالث داز 6 شهور، السيد ما بانش. وهي تهضر مع والديه، واش ولدكم غيدير معايا شي حل ولا لا؟ راه داز تقريبا عامين دابا لا هو لا اوراق. ناض بات الولد اللي في اسبانيا ويتصل به. قال لي شوف يا اما تجي هاد الشهر عند مرتك يا اما غنخليها تدفع الطلاق. قال لهم لا بغا تطلق غطلق، ما بقيتش باغيها. وهي تسمع بوه قال لي واحد الهضره هي اللي هزاتها وحطاتها. بوه قال ليه في التليفون هذه هي البنت الناس الثالثه اللي درتي معها هاد الحاله هادي. واش انت وقت ما تجي من اسبانيا تجلس شهرين ولا شهر كتزوج بنت الناس، كتدخل عليها وتدوز معها شهرين ولا 3 شهور وتهرب وتخليها في عنقنا. هي سمعات هاد الهضره هادي، فهمات غتقول بات، جمعات حوايجها ورجعات لدارهم ودفعات الطلاق وطلقات. بقات واحد شويه وترجع لخدمتها، رجعت لنفس الشركه، بقات خدامه واحد الايام. ويجي خونا اللي كان خاطبها المهندس شافها ويقول لها اش كديري هنا؟ سمعتك تزوجتي ومشيتي لاسبانيا، واش رجعتي؟ وهي تعاود ليه القصه ديالها من الاول حتى الاخر. قال لها حتى دابا انا باقي باغيك ونجي نتزوج بك. جا تاني خطبها وتزوج بها ودار لها عرس كبير ما عمرها تحلم به. وهو موالف كيدوز الكونجيات ديالو في اسبانيا، ودفعوا شهر العسل دوزوا 15 يوم في اسبانيا اللي كانت كتسنى هي عامين. مشاو دوزوا كونجي في اسبانيا وجاو ودابا راهم مجوجين وعايشين. اش بان لكم فيها وفي هاد ولد الناس وفي داك خونا ديال اسبانيا؟